اوريفليم منزله لنا مجموعه جديده روعه، نوفيج سكين رينيوينج تريتمنت. لو انت بتعاني من مشكله البقع في البشره او من تجاعيد خفيفه او بشرتك ناقصها النضاره وعايزه تفتحي لون بشرتك او عندك حفر نتيجه اثر حبوب قديمه، كل ده هيتعالج بالمجموعه دي. تعالوا نتعرف اكتر على تركيبه المجموعه. المجموعه مكونه من ستيب 1 وستيب 2. ستيب 1 معموله من الجلايكوليك اسيد ومن اللاكتيك اسيد، والاثنين دول هيساعدوا ان هم يقشروا البشره بعمق، وفي نفس الوقت هيدوني التفتيح اللي انا عايزاه، النضاره، هيخلصوني من التجاعيد البسيطه ومن الحفر البسيطه نتيجه الحبوب. اما ستيب 2 فبيحتوي على البرو اكتيف والجليسرين، والبرو اكتيف هنا بيعمل كذا حاجه. اول حاجه هيدي ترطيب عميق للبشره ويحتفظ بالرطوبه لفترات طويله. هو بيظبط البي اتش بتاع البشره ويخلي البشره فيها نضاره. خطوات العلاج بتاعي محتاج 4 أسابيع متتاليه، يعني لمده شهر. يعني لو انا النهارده هبتدي العلاج بتاعي وهفترض ان النهارده يوم الجمعه، يبقى انا هحتاج اني اكرر العلاج تاني يوم الجمعه اللي بعدها. بستخدم في كل مره امبول من ستيب 1 وامبول من ستيب 2. تعالوا نشوف طريقه الاستخدام. مهم جدا قبل ما استخدم ستيب 1 تكون بشرتي نظيفه. هنحط ستيب 1 على القطن وهنوزعها كلها على القطنه وهنبتدي نوزعها على البشره. بنبتدي من قرطي، خدودي، وبعدين دقني، واعدي على البشره كذا مره. ستيب 1 تقعد على البشره 10 دقايق فقط لا غير، وبعد كده لازم احط ستيب 2، وبعد ما يفوت 10 دقايق بالظبط هحط ستيب 2 وهوزعها برضو على القطنه، وهمشي بنفس الطريقه اللي مشيت بيها في ستيب 1. بعد استخدام ستيب 1 وستيب 2 يفضل ان انا ابعد عن الشمس لمده 24 ساعه، وطبعا طول فتره تعرضي للشمس لازم اكون بستخدم عامل حمايه من الشمس، ولو هقعد فتره طويله في الشمس لازم اجدد الحمايه بتاعتي. المجموعه العلاجيه دي اقدر اكررها مرتين في السنه. مجموعه حلوه جدا، لازم تجربوها.